سؤال آخر من عبد الرحمن آل سليمان يقول: ما رأيكم في الصوفية؟ هل كلهم مبتدعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوفية مثل غيرهم من التخصصات الإسلامية كالفقهاء والأصوليين والعقائديين والنحويين والبلاغيين، هي تخصصات في الشريعة الإسلامية، فيها الصواب وفيها الخطأ وفيها المصيب وفيها المخطئ، وفيها ما أبعد النجعة وأتى بما يخالف الشرع خلافا بينا، وفيها ما دون ذلك مما فيه شبهة، وهي كلها داخلة في هذا النطاق. فلا فرق بين الصوفية والفقهاء وأهل العقائد وأهل الحديث كلهم فيهم صواب وفيهم خطأ، والقراء كذلك. فكل هذه التخصصات فيها صواب وفيها خطأ وفيها مخطئون وفيها مصيبون وفيها ضالون وفيها مهتدون. جميل. وذلك بحسب حال الإنسان، ولا يمكن أن يحكم على طائفة أو مذهب أو تخصص أو اشتغال علمي معين بأن أهله جميعا ضلال. فإن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الناس يوم القيامة فرقا ولا مذاهب، وإنما يبعثهم أفرادا، كما قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور وسرائر العباد، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى.